ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده بقى يا بنات، فيديو كده سريع وسهل. هنعمل النهارده ان شاء الله سمك الخنزيره بقى بالشوربه كده. حاجه بجد كده حلوه تدفي في الشتاء. جربوها ان شاء الله مش تندموا. عايز اقول لكم بقى يعني ده يدوب كده مع شويه بقى ليمون كده تعصريهم، وكمان رز كده البني اللي هو بالبصل ده، حاجه بجد وهم. نبدأ نقول بسم الله. اول حاجة كده معايا البصل، هنقطعه كده قطع صغيرة بالشكل ده كده عشان هنقلي بقى. وفي حلة فاضية على البوتاجاز بقى كده هنزل بشوية زيت، واول ما يسخنوا هنزل بكمية البصل اللي قطعتها. طبعا انا عاملة كمية بصل كبيرة علشان هعمل رز اللي هو البني، وهعمل كمان الشوربة بتاعة السمك. هقلبها بقى كده لحد ايه ما تتحمر معايا كويس، تدي اللون البني اللي هو قبل درجة الحرق بحاجة بسيطة كده بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم وصفه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، وفي حله واحده هتعمليها بقى وهتاخدي منها تعملي الرز. حاجه بجد يعني سهله جدا. بصوا اهو درجه البني اللي هو قبل الحرق بحاجه بسيطه زي ما قلت لكم. هنزل كده بكميه الميه، وهحط شويه ملح وشويه فلفل اسمر عشان البصله ما تمررش معايا. لو عندك بقى حبه حبهان مستكه تحطيهم برضو، بيودي الطعم في حته تانية خالص. واول كده ما تبتدي تغلي معايا هنزل بقى بكميه الميه اللي انا ايه محتاجاها. شايفين اهو ابتدى تغلي معايا. هنزل بقى كده بكميه ميه. انا حطيت من الحنفيه ميه عاديه، لو انت عندك ميه مغليه عادي انزلي بيها. وهحط بقى شويه ورق لورا، بيدي طعم حلو قوي. وهقلب بقى كده كله مع بعضه، واغسل بقى كده الرز بتاعي كده غسله حلوه. وهنا بصوا الميه بقى ايه غليت كده مع التوابل والبصل وكده، الشوربه بقت جاهزه عندي. هاخد بقى ايه احط شويه فلفل اسمر وشويه ملح عشان طبعا زودت ميه فهتبقى دلعه. هظبط الحياء بتاعها، وهحط كمون بس بعد ما اخد نص كميه الميه. هجيب بقى الحله الفاضيه اللي انا هعمل فيها الرز. شايفين اهي الحله بقى التانية دي هحط فيها الرز. هقسم كميه الشوربه دي على حلتين، حله هسقط فيها الرز وحله هسقط فيها السمك بالشكل ده كده. اهي غليت معايا، هسقط بقى الرز اللي انا غسلته بالشكل ده كده. الرز ده بيبقى حلو جدا كمان مع السمك المقلي، بس هو الخنزير عموما يعني بيحب الشوربه اكتر، وفي القليه كمان بيبقى حلو بس الشوربه بتبقى اكتر. مسمينه ارانب الغلابه عشان اللحم بتاعه بيبقى ابيض كده وحلو. وبصوا هقيس مستوى الميه كده بالمعلقه كده تمام. بصوا الميه هي بتغلي بتاعه الرز، هوطي عليه وهدي خالص واسيبه بقى مع نفسه لحد ما يستوي. والحله التانية اللي هي بتاعه الشوربه اللي هسقط فيها السمك، هحط سنه كمون وهطفي وهغطيها واسيبها بقى كده ايه مع نفسها تغلي. وهنا بقى عندي توم مفروم هحط عليه ملح وكمون وشطه عشان اتوم السمك بعد ما نضفته. عايزه اقول لكم انا جايباه متنضف عشان طبعا ايه كان الوقت معايا يعني ايه مش مسعف قوي. فعايزه اقول لكم تنظيفه سهل جدا يعني ما فيهوش حاجه. انا قبل كده نضفته. بتشيلي الجلده اللي فوق وبتشيلي العين بتاعته، وفي كده عظمه في الجنب بتشيليها. وسهل جدا يعني في تنظيفه، ما بياخدش وقت خالص. هتقومه بقى كده بالشكل ده كويس من جوه علشان يبقى متحيق كده معايا اللحم بتاعه من جوه. حتى بصوا تحسوا اللحم بتاعه عامل زي الارانب سبحان الله يعني. طعمه حلو جدا، ما بياخدش سوا خالص على النار، هو يدوب بالظبط غلوتين. انا خلاص بقى تومت الكميه كلها بتاعتي.
واشوف بقى كده الميه بتاعتي غليت ولا لا. الشوربه بصوا هنا غليت اهي، بقت تمام. عايزه اقول لكم حجمه ما شاء الله كان كبير وحلو. هبتدي بقى كده ايه اسقط سمكه سمكيه كده بالشكل ده كده. وبالظبط يا بنات بياخد غلوتين بالظبط بيبقى استوى، ما بياخدش وقت نهائي خالص. هسقطه كده ايه كويس واغطيه كده بالشوربه، واسيبه بقى كده اغطيه واسيبه لحد ما يغلي معايا. هنا خلاص بصوا غلي اهو اول غلوه. هسيبه غلوه واحده كمان وهرفعه من على النار نهائي، وتشيليه من على البوتاجاز عشان الصهد بقى ايه ما يهرهوش. وهنا الرز بقى تعالوا نشوفه كده بالشوكه، نقلبه كده عشان يبقى مفلفل معايا. استوى بقى زي الفل اهو، وريحته كمان تحفه. غرفنا بقى الرز بالشكل ده كده. وتعالوا بقى ايه نغرف السمك. جبنا بقى سلطانيه كده ونطلع السمك، شايفينه بصوا يعني حتى لما قعد في الشوربه شويه بصوا يعني ما استحملش. انا زي ما قلت لكم هي يا دوب غلوه او غلوتين بالكتير. اللحم بتاعه بيتهري بسرعه مع بقى شويه شوربه كده والليمون. ياه بصوا بجد حلو قوي. هنا خلاص البنات بقى قدمناه. تعالوا اوريهولكم كده من قريب. بصوا اللحم بتاعه ما شاء الله مستوي ومهري جدا. اتمنى بقى يكون فيديو النهارده عجبكم وكان خفيف على قلبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.